ننتقل إلى اللوحة التالية، وهنا سنشرع في أمر مهم. أرجو من إخواننا المتابعين أن ينتبهوا لما سأنطقه الآن. أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين. سنأتي بالحرف وبمثال النون الساكنة وبمثال التنوين. نعم، نرى على الشاشة المثال الأول الصاد، حرف الصاد، والمثال لإخفاء النون عنده منصورا، منصورا. نعم، المثال للتنوين نرى على اللوحة بريح صرصر، بريح. لاحظوا بأنني عندما أنتقل أفخم، بريح صرصر، وسنعود إلى هذه الملاحظة بعد قليل. الحرف الذي بعده حرف الذال، ومثال النون تنذرهم، لا، لو ننتقل من التاء إلى مخرج الذال من غير ضغط، هذا أمر هام جدا. تنذرهم، فلما أصل إلى الذال أضغط على مخرج الذال. أم لم تنذرهم، تنذي، فالضغط عند حرف الذال. مثال التنوين عزيز ذو انتقام، نرى على اللوحة عزيز ذو انتقام. أيضا أنتقل من مخرج الزاي في كلمة عزيز إلى مخرج الذال في كلمة ذو، ويبقى من التنوين غنته. الحرف الذي بعده حرف الثاء، ومثاله كما نرى بالنسبة للنون والأنثى بالأنثى. ننتقل من مخرج الهمزة إلى مخرج الثاء مباشرة، ويبقى من النون غنتها كما أسلفت. لا أضغط على مخرج الثاء إلا عندما أنطق الثاء. إلى الآن مهيأ الفم من غير الضغط. ثاء، عندما أنطق الثاء عندئذ أضغط. المثال للتنوين ماء ثجاجا. الحرف الذي بعده حرف الكاف، والمثال منكم، منكم. لاحظوا بأنني أنتقل من مخرج الميم في كلمة منكم إلى مخرج الكاف مباشرة، وعليها تماما، على الكاف تماما، لأن الكاف مخرجها بعيد، مخرجها من أقصى اللسان، فلا لا أهيئ الفم عند المخرج، بل آتي إليه مباشرة. منكو، أيضا من غير الضغط، أيضا من غير الضغط، منكو. فلما أصل إلى قولي كو عندئذ أضغط. مثال التنوين كما نرى على اللوحة كراما كاتبين. أيضا ننتقل من مخرج الميم إلى مخرج الكاف من غير ضغط، والضغط يكون عندما أصل إلى نطق الكاف.